كانت الساعة تشير إلى الثالثة بعد الزوال عندما انهارت التربة على 5 عمال بورش لوضع قنوات الصرف الصحي بضواحي فاس. 4 منهم لقوا حتفهم على الفور فيما نجا العامل الخامس. مع جوايه وقعد نهير هذا، كانوا 5 دراري لتحت، واحد هرب وثلاثة تشدوه بلاصة واحدة وواحد تشد الفوق شوية، ومساكن ماتوه بلاصة واحدة. تردموا 4 بحال نكتي الترتيب، كان واحد الفوق واحد الوسط وجوج توهله مساكن، ما لقاو فين يهربوا، كيحفروا 6 متر في الغرق على متر كارية. الضحايا ال4 كانوا عند انهيار التربة يعملون على عمق 6 أمتار، وفي ظل الغموض الذي يلف الحادث في انتظار نتائج التحقيقات نقل الضحايا ال4 إلى مستشفى الغساني. المرحلة الأولى جثة وصلت على مستوى المستعجلات ميتة هامدة، وفي المرحلة الثانية التحقوا 3 جثث توفوا في عين المكان، بمعنى في مكان الحادث، وكان الاستقبال ديال الجثث بحضور فريق من الأطباء. حادث اليوم ليس الأول من نوعه حسب شهود عيان، فقد سبق أن وقع حادث الممات اليوم الماضية وكاد أن يودي بحياة أحد العمال. للتذكير فضحايا حادث اليوم ينتمون لإقليم الخميسات، وتتراوح أعمارهم بين 22 و50 عاما.